ازيكم حبايبي؟ تعالوا بقى نعمل صينية مكرونة بشاميل من غير اضافة بيض وكريمي وهتعجبكم جدا. في مية مغلية على النار وشوية ملح صغيرين، هنزل بكيس مكرونة ده 350 جرام واسيبهم لحد ما يستووا 5 دقايق 7 دقايق بالكتير، مش اكتر من كده. وهنا عصقت اللحمة، نزلت بشوية زيت وعليهم بصلة متقطعة صغير وربع مفروم ومعلقة صلصة ومعلقة صغيرة بهارات وفلفل وملح ورشة سكر صغيرة وبس كده. نحضر البشاميل بتاعنا. عندي هنا مكعب زبدة كبير حوالي معلقتين كبار ومعلقة زيت، وهنزل بالدقيق تدريجيا علشان البشاميل ما يكلكعش مننا. اهم حاجة في الخطوة دي ان السائل يكون اكتر من الدقيق علشان البشاميل يطلع معانا كريمي. ونحطهم بقى تدريجيا معلقة في معلقة كده ونقلب لحد بقى ما يدوبوا مع بعض كده. هنزل بنص لتر لبن او نص كيلو حليب ونقلبهم مع بعض لحد بقى ما تمسك معانا. وده عندي مكعب مرقة بحطه، بيدي طعم بصراحة. لو انتوا مش حابين بلاش تحطوه، بس انا محطتش اضافات تانية ملح او حاجة لان بكتفي بالمكعب بتاع المرقة. وهنا المكرونة بعد ما اتسلقت هنزل عليها بقى من البشاميل اللي احنا عملناه ونقلبهم مع بعض الاول قبل ما ننزل عليهم في الصينية. بحط حوالي 3-4 معالق كده من البشاميل علشان تبقى كريمي كده جوه المكرونة. تمام كده. وانزل بقى باول طبقة من المكرونة في الصينية بتاعتنا. يا ريت بقى كل اللي يعدي عليه الفيديو كده واول مرة يشوفني يدخل على القناة ويعمل لايك واشتراك وتشرفوني في قناتي. هنا بقى بنسوي بقى المكرونة بنفردها كويس، وبعد كده بقى بحط طبقة المفروم نوزعها عليها. ممكن كمان تحطوا فراخ لو مش حابين مفروم. انا جربتها بالفراخ قبل كده وكانت جميلة. انا عن نفسي بصراحة بحبها بالفراخ اكتر، بتبقى جميلة جدا. هنزل بقى بطبقة البشاميل دي بدون اضافة بيض. انا بصراحة مش بحب البيض على البشاميل. هنزل عليها بشوية جبنة موتزاريلا صغيرين لو متوفرة، مش متوفرة كده كده هتاخد لون. هحطها بقى في الفرن على درجة حرارة 250 من فوق وتحت لحد بقى ما تاخد اللون الحلو ده. انا بص يا جماعة من الناس اللي بحب اقطع البشاميل وهي لسه سخنة وتبقى دايبة كده. بصراحة دي المفضلة. لو انتوا بقى بتحبوا ان هي القطعة تبقى سليمة كده استنوا لحد ما تبرد وقطعوها. انا بصراحة بحب اكلها كده، بيبقى البشاميل بقى كده نازل على المكرونة كأنكم بتاكلوا الطواجن بتاعت بره، مع فرق طبعا انها اوفر واحلى وانضف، وكفاية ان انت عاملاها بايدك في البيت. عايزاكم بقى ان شاء الله تجربوا الطريقة دي، انا واثقة ان هي هتعجبكم جدا. ومتنسوش بقى تدعموني لايك وشير واشتراك. بصوا بقى طعمها كانت تحفة جميلة جدا، وبألف هنا على قلبكم.